بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الحقيقة في الحلقة السابقة في مشكلة في بيت القوارير كنا بنتكلم عن الزوج الأناني. اتكلمنا عن معنى الأنانية، واتكلمنا عن أسباب الأنانية ودور النشأة إن تجعل سواء الزوج أو الزوجة للأسف الشديد يكون فيهم هذه الصفة. واتكلمنا عن بعض المواقف اللي بتصدر من الأزواج وبتدل إن هم للأسف الشديد فيهم صفة الأنانية. النهاردة هنستكمل أبرز الصفات اللي فعلا علشان ما نظلمش الزوج، أبرز الصفات اللي تقول إن هو أناني، وإزاي الزوجة تتعامل مع الزوج الأناني بدون مواجهة وبدون مشاكل بخطوات عملية وحل هذه المشكلة. هنقول إيه للمشكلة للقارورة اللي بعت لبرنامج قوارير هذه المشكلة هتكون حلها إزاي في خطوات عملية بإذن الله تعالى مع الأستاذة أشجان يحيى، خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية. أهلا ومرحبا يا أستاذة أشجان. اهلا بيك يا ندى، ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا بحضرتك. الحلقه السابقه احنا اتكلمنا عن الانانيه ومفهومها، اسبابها، ودور النشأة. خلينا نكمل حديثنا النهارده لحد ما نوصل لحل المشكله، ولكن قولنا في نقاط رئيسيه ابرز الصفات والعلامات او التصرفات اللي تبدو على الزوج او تبدو على العريس اللي تخلينا نقول فعلا هو شخص اناني والصفه دي متأصلة فيه. طبعا زي ما قلنا، حته النشأة وحته الدور الاجواء المحيطه، سواء في عمل او في اصحاب او في مدرسه او فانا دلوقتي لو انا تقدم لي عريس وانا حاطاه تحت المجهر شويه، ان انا عايزه اشوف هل هي مم. صفه الانانيه فيه ولا لا. نعم. اول حاجه ان احنا، اول نقطه واهم نقطه، ان احنا ما بنقيس بموقف واحد ونحكم على الشخصيه. يعني في ناس بتتعامل بقشه تقسم ظهر بعير، او بتتعامل بان الغلطه فوره، او مم. بتتعامل ان مادام عمل الفعل ده فهو بالتالي يتصف بالصفه دي. يعني أيوة. لو العريس طلع اول مره من غير حاجه فانا كده قلت عليه بخيل. لو مم. العريس اتكلم ان انا بحب اكل كتير، او انا مثلا بحب كذا، او انا المهم عندي في البيت ان انا اكل، وقالها كجمله، فانا حكمت على هذا الشخص ان هو مم. اناني، فبالتالي غصب عني بيبقى تعاملي بعد كده بتعامل ان الصفه دي موجوده فيه. أيوة. فاول حاجه ان احنا لا نحكم من موقف واحد، ما ينفعش ان مم. انا احكم من موقف واحد. تاني حاجه ان فكره ان الشخص لما بيقول، الشخص الاناني دايما بيظهر في بعض كلماته تفكيره. ما هو انا لما الخطبه اساسها سريه ليه؟ عشان احنا بنعرف بعض بدون ضغوط خارجيه من المجتمع، وان عشان كده الفرح والزواج اشهار عشان خلاص. فالخطبه سريه عشان احنا نقدر نفهم صفات بعض ونشوف بعض، وهي اساسا فتره لمعرفه كل منا. احنا طبيعي مختلفين، بس بنشوف الاختلاف ده انا متقبلاه ولا مش متقبلاه. اه. لان مثلا في واحده ما عندهاش مشكله تعيش مع حد عصبي. في ناس ممكن تتقبل ان حد مثلا اقل في المستوى المادي ولا الاجتماعي ولا. فما ينفعش ان انا اقول هو كل واحد قليل في المستوى الاجتماعي، ما ينفعش. لا، احنا بنحط خطوط عريضة وكل منا يشوف يتقبل ايه ولا يتقبل ايه. ولكن صعب جدا، او زوجات بتبقى من الصفات القاسية موضوع الأنانية. ليه؟ لأن الحياة الزوجية أساسها إيه؟ مودة ورحمة. فلما هناخد من كل دول، فكرة الأنانية هي متنافية تماما. أنا مش هتعلم أسكن مع زوجتي بشكل طيب وأثر كريم، وإن أنا أتعلم أعطيها كل الحقوق المادية والنفسية والمعنوية وأنا مم. شخص أناني. بالظبط. المودة أنا مش هودها ليه؟ مم. هي اللي تودني. مم. الرحمة أنا لا أرحمها، أنا أتعب هي ما تتعبش، أنا مم. تهتم بيا وهو لا يهتم بها أبدا. مم. ففكرة ان انا الشروط الموجودة في فكرة الزواج، السكن والمودة والرحمة، مش موجودين. فبالتالي انا لما بيجي العريس انا ببدأ اشوف هي الصفات ايه اللي اتقبلها وايه اللي لا اتقبلها. انا كشخص، انا كاشجان، اقبل ايه وما اقبلش ايه. اه. ولكن الخطوط العريضة اللي كل الناس ما ينفعش ان هي تقبلها: التنازل عن الدين، الخلل في الاخلاق، مم. الكذب.
يعني دي الأمور كل الناس في كل الجنسيات في كل الدنيا لا تقبل الثلاثة دول. الثلاثة دول لو اكتشفتيهم في الخاطب أو المتقدم أو حتى الزوج ما ينفعش أنت تكملي معاه. أنا بالضبط. بتكلم على الصفات القاسية الكبيرة. إمم. الأمور بقى اللي هي العصبية والندية والبخل شوية، مع إن البخل من الصفات برضو اللي صعب إن هي تكمل، صعب، بس إحنا صعب سيدنا الاستمرار النبي معاها، ادانا نموذج. اعطانا نموذج لحياه، لما جت الصحابيه تشتكي ما قالهاش اتطلقي، قال لها خذي منه خُذي ما ما يكفيكي. يكفيكِ وابنِك، يكفيكي بس. فهي فكره ان هو ما قالهاش لا يجي لي وما ينفعش، هو قال لها خذي وخلاص. فهي الفكره ان هو ادانا علاج لحل الزوج البخيل إمم، من غير ما نقول نهد البيت. إمم، ولازم نبقى فاهمين ان فكره ان انا اسيب الخطيب برضو خطوه لا تتم بسهوله. يعني انا بيمر بشويه مراحل. طب انا اشوف ايه عليه اقول ده زوج اناني؟ اول إمم، حاجه فكره الحوار. يعني اول حاجه احنا بنتكلم مع الشخصيه، لما عريس بيجي بنقول اقعدوا قعده تعارف ان انتوا تشوفوا. ففكره الحوار انت بتساليه عن طريقه التفكير، طريقه حل المشكلات، رؤيته للزوجه، رؤيته للزواج، رؤيته للابناء، التعامل في بيت اهله، أيوه، المكانه الاخوات عنده، مكانه الاصدقاء، مكانه إمم، الاصحاب. فبالتالي انت بتسالي عن بعض الامور بشكل إمم، عام وعفوي. فبالتالي الزوج الاناني لازم بيحط التاتش الخاص بالصفه دي لو هي متاصله فيه بشكل كبير، آه، بتبان آه، في الكلام. دايمًا بمعنى يقول أنا بنلاقيه أو دعوة. بنسمعه بيكرر كلمة أنا، أنا عملت، هي أنا دي رُحت، أنا جيت، أنا دايمًا يقولوا لي أنا، وتلاقي الأنا عنده عالية جدًا في الكلام. عالية جدًا، عالية جدًا. وهي فكرة دي النقطة اللي بعدها، فكرة الحديث عن النفس وما دون أيوه، ذلك سواء. أيوه، يعني تاني حاجة إن هو دايمًا حتى يعني أنا أول حاجة شُفت آراءه، فده حوار. تاني حاجة الكلام على النفس. يعني في إمم، ناس هي أنا يعني مش بس كده، النقطة اللي بعدها الكلام على النفس كتير. وتالت نقطة لا يلوم نفسه أبدًا. يعني دائمًا اللوم على الآخرين. أنا في الشغل وعملت كذا وأستحق كذا ومديري هو السيء. أيوه، أنا أيوه، صاحبت وأصحابي إمم، كلّهم طلعوا خاينين وسيئين ووحشين، فهُم اللي مشكلة. مش هنقول بيلعب دور الضحية، ولكن هو يرى نفسه أفضل من الجميع في كافة إمم. الأمور لا ولا يخطأ، يخطئ. ما بيعملش أي أخطاء، الناس كلّها بتخطأ حواليه إلا هو، هو منزّه عن الخطأ. بالضبط. النقطة التالتة فكرة إن هو شخصية أنا يعني لا يقدّم أي شيء. يعني إيه لا يقدّم أي شيء؟ يعني فكرة إن أنا أجبرِك بكلمة لأ، ما مش مستاهلة. والله ده أنا تعبانة النهارده مثلًا وعندي دور برد شديد، والله أنا كمان كان عندي دور برد. طب فين الجملة الخاصة إمم، بشفاك الله وعافاك أو ألف سلامة؟ بالضبط، والله ده بالضبط، أنا مثلًا محتاجة أنزل أشتري كذا وأنا محتاجة أشتري كذا. طب أنت هتشتري ده ليه؟ مش مهم. الست ما ينفعش مش هو كل المهم شوية إنه تشتكي. بيعلّي عليها، كل ما بتقول حاجة تلاقيه بيعلّي عليها. ويهمِّش من الصغير والكبير. يعني هو إمم، بيهمِّش سواء بمشاعر. يعني أمّا واحدة تقول لي هو على طول شايف إن مشاعري غير مهمة، لا يُكترث بها. يعني أمّا أقول أنا مخنوقة، مخنوقة من إيه؟ هو أنتِ عملتِ حاجة في يومِك؟ أنا اللي مخنوق، أنا اللي قابلت في الشغل كذا وكذا وكذا. أيوه، فالشخصية آه، الأنانية هي شخصية مُزعجة. هي مرعبة ومُزعجة، إن هي على طول خانقة، إن أنا مش قادرة أعبّر عن مشاعري معاك، مش قادرة أشتكي معاك، مش قادرة أطلب منّك حاجة. إمم، فكرة دي النقطة التالتة. النقطة اللي بعد كده فكرة الأمور المادية. الشخص إمم، الأناني هو آه، يرى عدم استحقاقية أي شخص غيره. يعني أيوه، فكرة يعني واحدة بتقول لي هو بيلبس براند بياكل أحلى أكل أشيك وبيعزم حاجة في نفسه. كل حاجة. بيروح في المطاعم هو ياكل أحسن أكل. إحنا لمّا نطلب إن إحنا نخرج هو بيخرّجنا ويجيب لكل طفل ساندوتش ويقول له كده تمام وأنا عملت اللي عليَّ، والخرجة دي بتبقى كل كام شهر. إمم، وهو كده لا تطالبوني بأي عمل آخر، ما حدش يطالبني بخروج، ما حدش يطالبني بكذا. طب اللبس ما فيش مشكلة أجيب لها لبس من ولاد إخواتي. يعني ده زوج بالفعل. يطلب من إخواته هدوم لأبنائه. طب ليه؟ ما آه، أنت ده حضرتك لابس أحسن لبس، بالضبط، راكب أحسن عربية. فكرة أيوه، المواصلات يعني هي تقول لي أنا ما فيش مشكلة، يقول لي امشي من محطة كذا لمحطة كذا، إيه وراكِ إيه ما تمشي المشي رياضة، عشان ما يدّينيش ده إيه فلوس ده! تاكسي أو يدّيني فلوس مواصلات، وهو أصلًا ده معاه ده سيارة. ده ده مزيج ما بين الأنانية والبُخل. و أيوه. ما هي الشخص الأناني بيصل. ما أنا باقول لِك هي بتبقى حاجة وبتكبر. ففكرة إن أنا لمّا بانمّي فيه الأمر ده إن أنا باقول حاضر وطيب وما فيش مشكلة، هو ده مش معناه إن النساء تتمرّد على أزواجها، ولكن لمّا بالاقي حاجة خِصلة
تبقى صعب التعامل معاها، لازم نعمل نقطة نظام فيها، وإن إحنا نوقف شوية كده ونشوف أنا ده مش طبيعي، لازم نشوف لنا مرجعية فيها، اللي أنت فيه ده مش منطقي بنعمله. في حاجات هتعديها وفي حاجات هتتكلمي فيها. يعني هي الزوجة اللي بيبقى زوجها أناني مشكلتها لما بتنفجر في كل حاجة. يعني انت ما بتجيبش اكل وما بتوديش وما بتعملش في حاجات. يعني احنا عايزين نحط، مش هنقول الحد الادنى، لا احنا بنحط الحاجات اللي فعلا انا مش عارفه اكمل بالشكل ده معاه. فهي اه. الصفات اللي بتظهر، كل ده بيظهر في الخطبه، بيظهر في الخطبه. امم. تعليقك على الامر ونظرتك ليه. لا يعني انا كزوجه مثلا، امم. ليا ان انت تديني زي مصروف مثلا كل شهر، دي حاجه امم. بسيطه. لا ما فيش امم. زوجه، انت قولي لي انت عايزه ايه وانا اجيبه لك. واصلا انا شايف ان الزوجه ليس من حقها ان هي ان انها هي تاخد يبقى في مصروف كتير. ايديها فلوس. طب دلوقتي يا استاذه فبالتالي اشجان، الحاجات دي كلها بتبان الزوجه في الخطبه. شافت، الزوجة شافت التصرفات دي وبالتكرار، يعني مش مرة واحدة زي ما حضرتك قلتي علشان ما نظلموش ويبقى حكمنا عليه وعممنا، لا، الصفات دي فعلا طلعت او التصرفات دي طلعت متأصلة فيه وبيعملها على طول، وثبت ان هو شخصية أنانية. الزوجة تتعامل ازاي مع الزوج الأناني في كل شيء، في المشاعر، في الأكل، في الشرب، في المعاملة، في الود، في الحب مع الأبناء؟ أناني في كل حاجة، ما عندوش أصلا، ما يعرفش يعني إيه إيثار، ما يقدرش يؤثرهم على نفسه. خطوات عملية صحيحة، لأن كتير من الزوجات مش عايزين صدام، أنا مش عايزة مشاكل. أنا يقعد يقول لي أنت بتبصي لي في الأكل، أنت بتبصي لي في الهدوم، أنت اللي عينيكي مش حلوة، أنت. لا، إحنا عايزين خطوات بدون مشاكل تخلينا نقدر نتعامل أو نحاول نغير من الطبع ده. هي اول نقطه واهم نقطه التقييم الصح، لان ده بيودي بيوت كتير في اماكن وفي حتت بتبقى مش لطيفه. بمعنى ايه؟ مم. ان دلوقتي مثلا منتشر جدا موضوع النرجسيه. كل الستات طلعت كل رجالتها عندهم نرجسيه. انا ما بفتحش السوشيال ميديا الا لما بلاقي الجميع يا استاذه اشجان، رجاله اه وستات، بيتكلموا عن العلاقات السامه والزوج النرجسي والزوجه ايوه النرجسيه. طب مين طلع ايوه. عادي وطبيعي؟ مفيش. مين ما فيهوش مشكله. ففكره ان التشخيص الصح، لان يعني اغلب مثلا، مش عايزه اقول نسبه كبيره من المشاكل، اول جمله تقولها لي يا استاذه انا اكتشفت ان زوجي طلع نرجسي. اكتشفتي ازاي؟ عمل كذا وكذا وكذا. يا حبيبتي ما دي الصفات مثلا موجوده في 80% من الرجاله مثلا. يعني تقول لي هو ما بيخرجنيش كتير وما بيعملش ايه وما بيرضاش يعتذر. مم. 85% من الرجاله ما بترضاش تعتذر. فكره ان هو يقول انا اسف، فكره اه، ثقافه لا، كبيره الاعتذار شويه، هي بتبقى كبيره عليهم كشعب شويه. مم. مش موجودة عندنا. فهو عشان ما اعتذرش وعشان ما اعترفش بخطأ وعشان ايه بقى نرجسي. فهي مم. اول حاجة التوصيف الصحيح، لان انا مشكلتنا مداخل الشيطان بتدخل من النقاط الصغيرة دي. اه. فاول حاجة فكرة ان انا اعرف بجد هو جوزي اناني. يعني إيه؟ يعني مثلا في زوج بيبقى بيحب الاكل قوي، ما هو يعني هي مدخله كزوج وطبيعته الشخصية كزوج مم. وكرجل وتربيته ونشأته بيحب الأكل. يعني مهما تحطي له أكل واحنا عندنا مثل في مصر بيقول اقرب طريق لقلب الراجل لقلب الراجل معدته، معدته. ومتداول في بلدان كتير جدا على اختلاف بقى طريقة صحيح. روايته، ولكن معروف ان طريق من طرق القلب الطرق لقلب الراجل هي المعدة والاكلة هي الحلوة. هو الراجل بيحب الاكل، الرجال يعني تفضل، اغلبها بتفضل الطعام الجيد والمطهو حلو والكميه الحلوه. نسبه لا يستهان بها. ففكره ان مم. الراجل بيحب الاكل، في رجاله شرهه في الاكل وتحب الاكل بشكل كبير. فانا لما واحده تلاقي جوزها ان هو بياكل كتير هو كده اناني؟ لا، هو بيحب الاكل مثلا. فما تجيش تقولي يعني هو عشان بياكل كتير انا طبخه فرخه، هو اكل تلات ارباع الفرخه وسايب لي انا ربع مثلا. فهل كده هو اناني؟ لا، هو ما عندوش السنس شويه ان هو زوجتك شهيته المفروض تخاف مفتوحة، عليها. بس كون ان هو يعني يا ربنا يبارك اكل جزء كبير، بس برضو مش حرامها هي ولا حرام اولادها، في فرق بقى. بالظبط بالظبط. هي دي النقطه، ان فكره ان انا وهو بس، وهو ساب لي ربع، هل قام وساب لي شويه عظم، ولا هو سايب وهو مم. كده اكل كتير؟ طب انا بقى فكره لا ما بحبش ده بحب ده. فكره هو مم. بياكل قال لي كلي ولا ما قالش. فكره ان والله ده خيره جايب فرختين وطبخ الفرختين وكلنا كلنا كل مم. الفرختين. فهي الفكره في ان انا بوصف صح، وما مم. بحصرش ده في الاكل والفلوس والتصرفات فقط. انا بحصر اكل وفلوس وتصرفات وطريقه تفكير في الحوار مم. وردود منه. يعني ايه؟ يعني انا لما بتكلم واقول انت كده مش هتجيب لنا مثلا، انا محتاجه اكشف عند الدكتور، يقول لي لا خدي اسبرين. طب هو ينفع كده؟ يعني هو مثلا في دور البرد راح وكشف وجاب قرص قد كده،
طب انا هعدي الموقف ده ومثلا ما فيش مشكله، بعد كده والله ده العيد جاي وانا محتاجه عبايه، محتاجه جلباب، محتاجه خمار، ليه عندك كتير. فبتبداي تحطي مواقف ورا بعض وتبداي تسالي. هي دي اول نقطه. مم. اسال اي حد، والله يا جماعه هي الصفات دي كلها كده الشخص ده هو ايه بالظبط، اتعامل معاه ازاي، هل دي فيها انانيه ولا هو متربي كده. مم. دي اول حاجه، ان انت تعرفي الحاله بتاعت زوجك ايه. تاني حاجه الحوار. يعني مم. انا لما الزوج يقول مش من حقي، مش من حقك ان انا اجيب لك، لا هو من حقك، ديننا بيقول ان انا ليا كذا وليا كذا وان انت تجيب لي بالظبط وانا بالظبط. ملزمه منك، امال هطلب مم. من مين. ففكره الحوار لا، يا اما هيتحرج، طب خدي بس هاتي كذا، طب خدي. ممكن واحد في رجال حريصين، مش بخلة، حريصين، يعني مم. هو بيقبض بيحسبها بالورقة والقلم. 1000 جنيه ولا 1000 أي حاجة بيحطها على جنب، فبالورقة والقلم فبيصرف كذا، فأقوم هوب ده حريص، لا ده بخيل. ده لا بخيل. هو مثلا ماشي بيته بشكل معين. هي الفكرة عندنا في إيه يا جماعة؟ حقوق وواجبات ومراعاة للشعور. لما الثلاثة دول بيتحققوا بشكل منتظم وعادل، خلاص. ما ينفعش ان انا اقول لا والله، يعني ممكن تكون زوجة هي اللي طلباتها كتير، انا عايزه كل اسبوع اطلب اونلاين، انا عايزه كل ما بطبخش الا مره في الاسبوع، مم. وهو تمام بخيل. بتتهميه تمام. بالبخل وانت عليكي واجبات المفروض تعمليها. مم. ففكره ان انا اول حاجه بجمع الصفات دي، تاني حاجه بسال حد مختص. بلاش يا جماعه جوجل، يعني جوجل خلوه حاجه جانبيه، لانه طبيا ونفسيا وكل حاجه مبهدل الدنيا. فخلينا بيطلع الناس اسال خلاص حد فعلا. هيموتوا بكرة. ايوه والله. فهي فكره ان انا اسال واتاكد، واسال شخص واثنين وابعت لمنصات، ويا جماعه لو هي دي الصفات دي التعامل ازاي. فبتبداي تستعيني. والنقطه اللي بعدها فكره ان انا بتكلم معاه، تنتقي وقت جيد في توقيت كويس بالنسبه لك وبالنسبه له، ويكون عدم وجود الاولاد. ويا فلان احنا عندنا مشكله دلوقتي، انت شايف التعامل معاها ايه؟ اما هيسفه، اما هيتناقش، اما هتسمعي اجابات مبهره، اما هيستجيب ولو بجزء بسيط. فلو استجاب بجزء بسيط خلاص انا قادره احل مشكلتي. اللي هيستجيب بسيط بكره هيستجيب اقوى. ممكن ما يعرفش. يعني في رجاله انا شفتها مثلا، هو يقول لي يعني ايه اجيب لها، ده شغل افلام وشغل فيس، اجيب لها ايه وهدايا ايه مم. ولازمتها ايه يا ابني مم. تهادوا. في ناس لما تيجي تقول يوسدك النبي كان بيعمل من السيده عائشه كذا ويدور على كوبايه ويشرب مكانها، وكان مم. بيقول لها يا عائش، كأن الكلام اول مره بيسمعه. مم. اعمل كده. طب ويعني هي كانت السيده خديجه ولا السيده عائشه؟ يا ابن الحلال خدوا قدوه. لما انت هتعمل معاها كده هنقدر احنا نطالبها بانها تعمل واجباتها. مم. فبالتالي لما تمام. نسال ونتاكد ونتحاور، فكل دي خطوات احنا بنعملها. والامور دي في الخطبه بتبقى بنفس الاسلوب قبل ما قرار الترك. يعني انه ياخد القرار بانه يمشي، او ياخد القرار بانه هو ما كملش معاه الا مم. لما بتاكد من مجموعه امور. خلاص تمام انا تبينت، تمام. تبينت مم. خلال شهرين، تبينت مم. خلال 4 شهور، 6 شهور، بعده مواقف من كافه النواحي، ثبت من ماديه خلال المواقف نفسيه. دي إنه فعلًا شخص أناني. طيب قبل الختام إحنا عايزين بالضبط. حل للمشكلة ولكن سريعًا، إيه رأي حضرتك في الزوجة اللي قررت إنها تعامل زوجها بالمثل، أنت أناني أنا هابقى أنانية، هتبخل عليَّ بمشاعر أنا كذلك، هتبخل عليَّ في أكل أنا مش هاطبخ لك أصلًا، هاكل لوحدي، هتبخل عليَّ في لبس أنا هاعرف أدبّر أموري ولو في حاجة في البيت أنا هاعرف أشتري لنفسي. المعاملة بالمثل علشان هو يشعر بمدى الصعوبة اللي هو بيعملها ومدى الألم اللي هو بيتسببه لزوجته، إيه رأيك في الطريقة دي؟ هي الندية لا تؤدي لأي شيء في الحياة الزوجية إلا للجفاء والفتور. يعني هو بخيل معايا في مشاكل، أخدت القرار إني كمان أنا بخيل. قبل ما تاخدي القرار بالمنع، يعني هو حتى كده اللاعب في الماتش ما بياخدش الطرد الا لما بياخد كذا انذار. إمم. ففكره ما ينفعش ان انت تحرمني من كذا، ما ينفعش ان انت تحرمني من كذا، لان هو تعامله هيبقى مع الحرمان على طريقتين. اما ان انا مش هيعجبني اللي انت عاملاه وهدور على الحرمان ده اخده من بره، يا اما هتمادى فيه واسيبك وبالسلامه. إمم. انما فكره ان انا هاخد ودي، يعني هي الاشخاص ما النطاح في الامر ان انا إمم. بتعامل بالنديه. ففكره ان هي خلاص مشكله الصفات دي انها مع الوقت لما هتعامل بالنديه انا جوايا هيبقى
من الغضب يعني بتعامل معاها ومتنقله معايا في كل الاماكن مع كل الشخصيات. ما تمام. تقنعنيش ان الشخصيه دي الزوجه دي المكبوته والمضغوطه واللي حاسه ان بشكل سيء وان هي بتتعامل مع ان هي هتبقى مع ابنائها كده مع محيطها، ما هي هتبقى مضغوطه. فلا طيب احنا اتجوزنا عشان نعذب بعض. دلوقتي حضرتك قلتي لا مش هينفع يتم التعامل بالندية، مش هينفع يتم التعامل بالند. بالمعاملة بالمثل. تمام. طيب احنا خلينا ناخد ايوه. الحل من حضرتك في نهاية الحلقة سريعا في خطوات عملية تقولي ايه لصاحبة هذه المشكلة، زوجها أناني على كافة الأصعدة، حل المشكلة يكون ازاي سريعا؟ اول حاجه ان انا بتكلم مع الشخص لما بتاكد ان الزوج بالفعل هو عنده صفه الانانيه، فانا بتكلم معاه بالحوار. طب ما جاش بالحوار، بعرفه نقاط واضحه، انا محتاجه منك 1 2 3. ما تكبريش الطلبات عشان يسهل تحقيقها. يعني ما تجيبيش ده احنا متجوزين بقالنا 22 سنه وانت مبخل الاكل من يومها فانا مش هحل كده. لا احنا عندنا ازمه دلوقتي، احنا محتاجين ان احنا نقعد ونحط لها قواعد. تاني حاجة ما تسيبيش المواقف تتراكم. لو أنا متجوزة بقالي سنة ولمستي هذا الأمر، اقعدي واعملي قاعدة معاه وشوفي حلول. أنا مش قادرة أتحمل بهذا الشكل، والله ده اللي عندي، لا محتاجين نحط حد أدنى. دايما اظهر إن أنت باقية على العلاقة. احنا ما بنفرطش في الزواج زي ما بنقول في الخطبة. يعني في الخطبة أنا بحط مدة زمنية 3 شهور 6 شهور، ولما يتأكد لي صفة بخل أنانية عصبية زايدة الدين سيء أي حاجة، فخلاص باخد القرار بالترك. الزواج بنفكر 1000 مرة لأن هو في الأول في الآخر هدم بيت. القرآن الكريم فيه سورة كاملة عن الطلاق، ما فيش عن الزواج. فالطلاق شيء مش هين، فما ينفعش إن أنا أقول خلاص سيبك منه ده شخص أناني. طب أنا إيش ضراني إن اللي بعده مش هيبقى أناني؟ وممكن يبقى مش أناني ولكن صفة أخرى. أنا ما بقولش نقبل بالسيء، ولكن بنقول بنحسن الموجود ونشوف وبنحط خطة زمنية. إن أنا والله اتكلمت معاه مرة واثنين وثلاثة وهو مش مستجيب، هنا بتبدأي تشوفي عوامل مساعدة أخرى. والله أكلم والده، أكلم والدته، والله ده طبع متأصل، لا ده أنا تعبت جدا يعني أناني في كل حاجة، بخيل في مشاعره معايا. فبالتالي أنا بدخل بقى حد من أهلي، لا والله نشوف حد أسري، لا من أهلي وأنا من أهله. فبتحطي خطة زمنية. أنا قدامي سنة ان انا زوجي مش قادره احسن فيه، فبالتالي انا بدور على الحاجات دي. لو ما وصلتيش خلاص انا مش قادره اكمل، لان في زوجات بتكمل بهذا الشكل. لا انا مش هقول لك اقعدي وكملي وعشان خاطر الاولاد، انت اللي هتعيشي وانت اللي هتكملي. ففكره ان انت بالحوار والصبر، وفكره بقى التوازن اللي هو الحركات العمليه في النساء. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي طبخه وهو ما بياكلش، يعني ما بيديناش الاكل، والله انا وانا بغرف انا ما بحطش كل الاكل، انا بحوش ليا ولابنائي. فانت اعملي التصرفات اللي هي حقوق الطبيعيه، ما تبقيش نوع من انواع الاستسلام، انا قاعده بقى ومستنيه والله يدينا او هيعملنا، لا. ففكره ان انا والله انا معايا مصروف البيت وشايفه الابن محتاج يشتري جاكيت بشكل معين او عايز يشتري ملابس او عايز يشتري علاج، انا بشتريها، انت عطيني الفلوس. طب انا الولد تعبان، فنبدا لا ما هو ده غلط، ما هو انا مش هستجيب لحاجه غلط. الحاجات اللي تقدري تاخدي فيها موقف بدون صدام وبدون مشاكل عواقبها كتيره، خدي رد الفعل. ولكن يراعى. واحده تقول زوجي عصبي جدا ممكن يقوم يضربني، انا مش هقول لها اعملي الشكل ده. بس الكلام لما كل ما يبقى الامر ده بدري، كل ما تبقى في اول الزواج تبداي تصري على الانانيه عند زوجك، لان زي ما قلنا دي زرعه وبتكبر. فبتكبر بان انا بنتشي لما بحقق اللي انا عايزه، لما اقول ما حدش ياكل اللي انا، لما اقول ما حدش خارج وما حدش شاري اللي انا، فانا بنتشي بده. فانت لا ما ينفعش، انت لازم تبقى فاهم ان احنا مسؤولين منك. فالزوجه بتاخد بعض ردود الافعال اللي خاصه بالمساحه اللي تقدر تتحرك فيها، اللي تحقق فيها احتياجاتها واحتياجات ابنائها بدون ما تعمل ردود افعال عنيفه. كل دي خطوات بتعمليها لحد ما تشوفي ان انت في الاخر خالص لما تقولي لا مش قادره اكمل، والله ده انا جربت كذا وكذا وكذا. تكوني ما ينفعش يعني ان انا اعذارا اقول الى الله ان انت اخدتي بالاسباب واخدتي خطوات كتير جدا جدا، وفي لكن في الانسان طاقه ازواج، في الاخر. يعني في ازواج يعني بامانه في حته الانانيه دي بتتعلم الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر وان انت تعلميه. ففكره ان انا مش هقول بجبر، ولكن انا بفهمك ان ده مش منطقي، بفهمك ان دي واجباتك. يعني واحده بتقول لي انا على طول هو اخد ان انا يعني انا اللي بنزل اجيب الاكل وهياكل ويقول لي هاكل لحمه وهاكل بروتين وهو عاطيني فلوس قليله. ما هو انت اللي بتتصرفي من خلال ده، لا انا مش هقدر، انزل انت وهاته. فتحركي في اطار المقبول والمعقول بدون ما تبقي انت بتنميه في حاجه زي كده.
باشكر حضرتك في النهاية الأستاذة أشجان يحيى خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية على وجود حضرتك معانا، وعلى أنا سعيدة بيكِ، ربنا هذا يبارك الطرح فيكِ. المميز وحل المشكلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على بيوتنا جميعًا وبيوت المسلمين أجمعين بالحب والمودة والرحمة. ولكل زوج كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت لما تتنصل من هذه المسؤولية ومن هذه الرعية بسبب أناني أو بسبب طبع من الطبائع الغير جيدة اللي موجودة فيك، وما ينفعش إنها تكون موجودة في زوج وهو مسؤول، هتحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. فنداء لكل زوج في هذا الطبع السيء ولا يؤثر أبنائه على نفسه، أو حتى لا يعطيهم حقوقهم المفروضة اللي شرعها الله سبحانه وتعالى ليهم والأمهاتهم اللي هي زوجاتكم، اتقوا الله فيهم. الله سبحانه وتعالى هيحاسبكم على كل يوم بتظلموا فيه الأبناء دول والزوجات دول. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. انتهت حلقة قوارير اليوم، وشفنا مشكلة في بيت القوارير، وبإذن الله على موعد آخر في حلقات أخرى وبعض المشكلات الأخرى إن شاء الله نحلها مع حضراتكم. وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.